السلام عليكم حبيباتي في الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنت بس عايزه اقول لكم بمناسبه التحديث الجديد اللي حصل في الفيسبوك ده. اتمنى بس يا بنات لو اي بنت اتبعت لها من اكونت اسمه فادي واي محمد، واي دي اختصار يسري يعني، ماشي، تاخدها سكرين شوت وتبعتها لي انبوكس يا بنات، وجزاكم الله كل خير يا بنات. ده اولا. تاني حاجه بالنسبه للبنات اللي بتبعت لجوزي ده معناه ان هم بيخشوا يقلبوا في الاكونت بتاع جوزي، ماشي. في حاجه؟ انت اللي في ايه؟ مفيش حاجه. انت في ايه؟ مفيش حاجه، بشوف حاجه. مش مرتاح اقسم برب العز. لا ما تخافش. لا ما تخافش، ايه؟ لا اخاف. بعمل حاجه بس في ايه؟ بتعملي ايه؟ ما بعملش حاجه. بالنسبه بقى للبنات اللي بتبعت لجوزي ماشي، اوعي تفتكري ان انا نايمه على وداني او مغفله. انا صاحيه وواعيه وعارفه الباسورد بتاعه وعارفه كل حاجه، وانا اقدر في مقدرتي ان انا اطلع دلوقتي واقول اسمك وافضحك، ولكن انا قلت ان الله ستار حليم. عشان من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخره. ماشي يا داليا؟ اللهم اني بلغت يا داليا. احنا يا بنات ملناش غير بعض، لازم في المحنه دي نتكاتف ونقدر نساعد بعض باقصى حاجه نقدر نعملها. دي حاجه. تاني حاجه يا بنات، لازم نبص للموضوع بشكل ايجابي. ازاي؟ هتقولي لي ازاي يا لولو؟ هقول لك يعني مثلا لو انت بتلمحي الواحد ان انت معجبه بيه وهو شلح في جبله، فدي حاجه هتقدر تبين له بطريقه غير مباشره كده، اللي هو حس على دم اهلك. وده عشان يخلينا نتاكد دايما ان هناك شخص يراقبك في صمت، وهتعرفيه بسبب التحديث الجديد. فاحنا دايما نبص للنص الكوبايه المليان، ولكن لو بعد حتى التحديث الجديد ما لقيتيش حد برضو باعت لك حاجه، يبقى انت يبقى انت ما فيش حد بيراقبك في صمت، وانت موكوسه، ويعني ربنا يتولاكي برحمته. اصل يعني يا بنات بصراحه انتوا ما بقيتوش غور بالموضوع ده، هو المؤثر فيا قوي قوي، لان ما لقيتش اي حد باعت لي اي حاجه خالص. بس برضك نبص لنص الكوبايه المليان، يعني برضو لو مثلا انت عندك اكس او حد انت كنت معجبه بيه وهو راح اتجوز وخانك، وانت بتحاولي تنسيه، ولكن انت كل شويه تفتحي تقعدي تفتحي الاكونت بتاعه وتتفرجي على صوره مع خطيبته الجديده وتحزني وتتقهري وتعيطي وتتجرحي. لا، فده هيخليكي مجبره ان انت ما تفتحيش. ليه؟ فانت لما مش هتفتحي بقى فتره طويله هتضطري تنسي، تنسي. فدي طبعا حاجه برضك حلوه من مميزات التحديث الجديد، اللي بصراحه انا مش شايفه ان ليه اي مميزات خالص. وخلينا متفقين يا بنات ان انا هنزل الفيديو ده، ولو اختفيت بعدها باكتر من 48 ساعه حد يكلم البوليس والاسعاف. ربنا يستر يا بنات، ربنا يستر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جزاكم الله كل خير.